مرحبا، كيفكن؟ الفيديو اليوم مو أنا اللي رح أحكي لكم القصة، جبت لكم ضيف كتير بتحبوه لحتى يحكي لكم قصة اليوم. قصة بتحكي عن وحدة خياطة تمام. عندنا بسوريا. قصة حقيقية. ايه قصة حقيقية بمنطقة اسمها حمص، عندنا اياها بسوريا. كان في واحد زلمة كتير نسونجي، بحب النسوان وبيتنقل من وحدة لوحدة. جوزها للخياطة؟ ايه جوزها للخياطة، هو لسه ما صار جوزها، عم نحكي قبل. فيوم من الايام تعرف على هي اللي هي الخياطة البنت اسمها جورجيت، وبطل هي سوسة انه النسوانج وكذا، عن جد على قد ما حبها بطل يعني هاي القصة. تاب. ايه صار بده يتزوجها. حلو. بعد 3 سنين تقريبا حملت المخلوقه، فهون هو بلش يرجع لعادته القديمه. يا عم بقلبه، وما عاد اهتم لا بالام ولا بالولد، وصار يعني نطوط من وحده لوحده من وحده لوحده. العم يعني صار يخونها. ايه صار يخونها على عينك يا تاجر، وهي بتعرف هالشيء بس هي بتحبه. هيك لحتى يوم من الايام خسر شغله، ما عاد لقى شغل، ووضعهم صار كتير سيء بالبيت. يعني الام عم تدبر شيء ياكلوه من هون شيء من هون. صاروا يشحدوا. ايه يعني ما عاد معهم الليله، ما عاد معهم مدري شو وقتها. طب قوم دور لك على شغل. هو فعلا يعني يروح يدور على شغل وكذا وهيك، ما حدا يقبله. قام قعد بوجهه بالبيت لجورجيت. قالت لحالها لا بروح لعند اهلي باخذ عندها ماكينه. حلو، ماكينة خياطة. ايوه ببيت اهلها. فراحت اخذتها. اختها مره قالت لها خيطي لي فستان. قالت لها عندي عرس خيطي لي فستان. وبعطيك اياه حقه. ايه ما اخذت اياه حقه منها، عزت نفسها كثير كبيره. قام عملت لها فستان بطير العقل. راحت على الحفله فيه وعلى هالعرس، قام البنات كلهم انهبلوا. ايه قالوا له اوف منين جايبه هالفستان، منين شهرتي؟ قالت والله اختي يعني عملت لي اياه. حلو. اوف والله اعطينا عنوان اختك. والله فعلا يعني صار يجي عندها زباين. صار عندها زباين. كانوا عم تطلع اعلان يعني اختها. حلو. هون مو جوزها قاعد بالبيت، صار يشوف هالنسوية. ايوه وجوزها نسونجي. صار يضايق الزباين اللي عم يجي لعندها على البيت. فقالت يا الله شو بدي اعمل هيك رح تروح منا الرزقه، رح تروح منا المدري شو. قالت لحالها ما في غير استاجر محل. بس فعلا والله استاجرت محل، وصاروا الزباين يروحوا لهنيك على المحل بعيد عن جوزها الحمار. أيوة. سوري قليل الذوق. ايه صارت انه بالمحل عم تشتغل، وكبر شغله يعني صار كثير منيح. تمام. جوزها هون صار يغار انه شلون هي هيك عم تشتغل. العم بقلبه فوق ما انا معيشته. طيب قال صار يقول لها اعطيني راس مال لحتى شو اسمه اشتغل، يعني بدي افتح مشروع. انه شلون انت فتحتي مشروع انا كمان بدي افتح مشروع. فصار بده يسرق لها تعبها وهذا. تمام. فعلا هي قالت طيب يا عمي خو هي جمعة. قالت له خو روح اشتغل فيهم. راح فتح اول مشروع فشل، راح فتح الثاني فشل، فتح الثالث فشل. كل ما تجمع شوي شيء ياخذ له هون يروح يفتح مشروع فيهم يفشل. وابنه عم يكبر يعني ما تتركه. طيب بتحبه يعني عم تحبه. قلب النسوان شو مشرشح. تمام. طيب وهي مشان ابنها يعني هي عم تشتغل مشان ابنها، بتحبه لابنها يعني، وهي كل شيء بحياتها هي ابنها حاليا. ايه حلو. هيك لحتى صار ابنها وين بالجامعه. عمر يعني. ايه عمر. تمام. الجامعه اللي طلعت له لابنها يعني ببلده بعيده عنهم، فمضطر انه يروح مثلا وقت الامتحانات مواصلات، ينام عند رفيقه مثلا يومين 3 محدد الجامعه عشان ما يرجع على البيت لانه البعيد. تمام. لحد يوم من الايام صار في حريق ببيتها. ركضوا لعند الجيران قالوا لها قومي بيتك عم يحترق، قومي لحقيقة. ففعلا والله راحت ركضت على البيت لقيته كله عم يحترق من فوق لتحت. يعني معبى ما قدروا يسيطروا على الحريق على قد ما كبير. ففاتت على هالبيت لتشوف انه شو يعني شقة عمرة وكذا وبيتها يعني وهيك. فاتت على البيت لتشق على من جوا، ولا بيلاقوا في حدا بالصالون مفحم. ما بيعرفوا مين هو مفحم، ما مبين مين هو، مين هالشخص، مين هذا ما بيعرفوا. صارت تولول. فالمهم اخذوه على المشفى وهذا لحتى يشوفوا انه مين هو. جوزها. هو طلع جوزها. اوف. لانه ابنها مسافر يعني كان عم يعني زلمه مو مرة. زلمه. جوزها طلع ابنها مسافر لانه على اساس عنده امتحانات وهيك. المهم صارت بقى الشرطه تحقق، اكتشفوا انه الحريق فعل فاعل. ابنها كان مسافر فعلا والله. اثبت غيابه. اثبت انه هو كان مسافر. هي اثبتت انه غابت من المحل ربع ساعه. اوف. كانت بالنهار عم تشتغل يعني، سكرت المحل راحت. قالوا ردت رجعت. فقالوا لها على وين انت كنتي وين بدي شو ما تحكي. وانه داخل رحت تمشيت شوي ورجعت يعني ما كانت تحكي. ما تعطيهم لا حق ولا باطل. ما تعطيهم لا حق ولا باطل. صارت مشتبه فيه. فبلشوا يحققوا حواليها الجيران كذا. فقالوا لهم الجيران انه كان في واحد رفيق جوزها كان كل يوم يتردد لعندها على المحل اخر فتره. حققوا مع رفيق جوزها اللي كان يتردد لعندها. أيوة. ما اكتشفوا شيء. بعدين اكتشفوا بالطب الشرعي انه هو ما له ميت اختناق.
من الحريق لك طلع مضروب بضربة على راسه، انه بفأس او شيء يعني. المهم مضروب طلع ميت من قبل ما هو يحترق. انحبست بصريحة امها انه انت وانت 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 ومدري شو وكذا. مو هي؟ صار عندي فضول. فاخر شيء اعترفت انه ايه انا اللي قتلته لزوجي. اوف، وهي فعلا؟ بس ما تسني هلا. ايه تمام. تحرق الاحداث. تمام انا هذا فعلا. قالوا لها شلون قتلتي؟ قالت لهم جبت الفأس، في عنا احنا فأس بالحديقة، جبته ضربته على راسه، وبعدين مشان ما تبين هذا انه حرقت البيت. حرقت البيت، جبت انية الغاز ومدري شو، حطيتها بالكوريدور، انا اللي جبتها وهيك، وحرق يعني، وكبيت شوية مازوت وشعلت البيت، انا اللي حرقته يعني. تمام. فعلا انحبست المخلوقة. ايه هيك لحتى طلعت نتيجة الحكم الإعدام. طلعت لا الابن جن بالمحكمة، قال له لا مو هي اللي قتلته، أنا اللي قتلت أبي، مو هي اللي قتلته. صار يقول بالمحكمة أنا اللي قتلت أبي. الأم صارت تقول له اسكت، ما أنت اللي عملتها، أنا اللي عملتها، اسكت. ما عاد سكت الابن جن يعني. شو أمه انحكمت عليها بالإعدام. ايه عم يكذب ولا عن جد ولا شو السولافة؟ المهم خلص وقفوا الحكم يعني انه يشوفوا شو القصة، وقالوا تعال نشوف. فصار فعلا يقعد يحكي. قال لهم انا مرة من الايام لما جيت من الجامعة، شاف ابوه قاعد هو كالعادة يعني كل يوم بيقعد عند الظهرية هيك عند التلفزيون وبتسطح بينام له ساعتين، قال وما بيقعد يعني بيقعد بيحس على حدا. قال الابن لا انا لازم هيك اريح ماما يعني من هالقصة. ففعلا راح طلع جاب الفأس بالحديقة وقتله على راسه فيها. ايه وشغل البيت؟ لا ما هو اللي شغل البيت. لك طلعت الام يلي حارقه البيت. هي اجت بعد ما الولد ضربه بالفأس على راسه، حمله راضه وراح الولد. ترى يعني انه خاف انه ضرب ابوه، صار كثير دم وهيك خاف. كيف دريت الام؟ راحت الام ما دريت. الام فعلا لما تركت هي الربع ساعه بالمحل فعلا كانت هي رايحه تاركه البيت، تاركه المحل وراحت على البيت. فاتت على البيت، هي بتعرف انه جوزها بيقعد بالصاله وبيقعد بيتفرج على التلفزيون بيكون غفيان. فقالت لحالها يعني عن جد بدها تتخلص منه. صارت راح حتى تقتله كمان. ايه كمان راحت لحتى تقتله، مش شلون بدها ترتاح يعني وتريح البشريه منه من اذى ومن هيك ومدري شو. ففعلا راحت جابت انية الغاز ونفس الحكي اللي حكيت لهم اياه للشرطه، ما عدا انه الفأس اللي على الراس. فهي طلعت براءه يعني، والولد انحكم 15 سنه. ايه حرام، راحت حياته يعني. يا حرام. بعدين نزلوا له اياها على 10 سنين. ايه والله بقى قصة بتزعل، عن جد بتزعل، وخاصة حقيقية كثير بتزعل والله. كل حياته كان الولد. والولد ليش الولد حرام مسكين، هذا حياته الدم. اشتغلت هي كل حياتها مشان يعني صار مهندس، حتى كان حيصير مهندس حيتخرج. إذا حبيتوا المقطع حطوا لنا بيج لايك عليه، إذا أنتم جديد على القناة وهي أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات مشان تصلكم كل الإشعارات من هاي القناة. بحبكم كثير وبشوفكم إن شاء الله بالقصة الجاية. باي. اكتبوا لي رأيكم بالكومنت. حلوة القصة؟ ايه اكتبوا لي رأي، والله حلوة، أنا عجبتني والله عجبتني.